مش جايه منك ننزل نعمل فلوج تجميعه تحت الاقتصاديه من تجميعات زمان كده في مول البستان ولا ايه الدنيا؟ انا صراحه جايه مني جدا عموما يعني، وغالبا ان ده هيكون موضوع الحلقه الجايه. قلت ان انا اسخنك كده في بدايه الفيديو، نرجع بقى كده بالزمن شويه وحرفيا نعمل فلوج كبير جدا ونكلم فيه كذا حد زي ما كنا بنعمل قبل كده، وكمان نخش كذا محل زي ما كنا بنعمل في فلوجات زمان. اعمل سبسكرايب واستنى الفلوج ده عشان هيكون رايق جدا عموما يعني. اما بقى النهارده هنعمل ريفيو لشاشه، وحرفيا دي اول مره تحصل في القناه لان احنا قبل كده ما عملناش ريفيو لشاشه اطلاقا. كل اللي عملناه فيديو شورت واحد بس كان ترشيح لي شاشات بس كده حرفيا يعني. وانا عايزك تتخيل كده معايا، هل في شاشه في العالم ده كله ممكن انها ما يكونش فيها ولا غلطه؟ وطبعا انا عارف ردك كويس جدا وان انت هترد عليا وهتقول لي ان مفيش حاجه في العالم كله كامله ومفيش شركه تقدر تعمل منتج كامل من كل الجوانب، ولكن للامانه ام اس اي عملتها. يعني عملتها ازاي؟ انا والله العظيم ما اعرف. انا زيك كده وهنخش دلوقتي نكتشف بالظبط هي عملتها ازاي فعلا. وقبل اي حاجه انا بقول رايي في الفيديو ده بكل اريحيه وفي كل فيديوهاتي عموما، وفي اي مراجعه بعملها بنقل لك التجربه كما هي، وعمري ما طبلت في مراجعه اطلاقا مطلقا عموما يعني. اعمل سبسكرايب تاني عشان نفسي اوصل 10000 اخ واخت، ويلا بينا. واهلا بيكم في قناتكم ايه هاردوير، معاكم ادم حسن، والنهارده معانا مراجعه لشاشه صاحبه لقب اللاعب حرفيا ما شاء الله يعني. الشاشه اللي معانا واللي هنراجعها ايوه هي اللي ورايا دي، وهي الام اس اي ال جي 274 الكيو بي اف الاي 2. اسمه طويل قوي بصراحه يعني. وهنختصرها بالجي 274 طول الفيديو، والمراجعه دي مبنيه عن تجربه عشان تكون فاهم. بس خلينا نبدا مع المواصفات، ولكن انا بحب الدقه، بس مع الاسف انا مش معايا جهاز السبايدر عشان نكشف بالظبط تغطيه الشاشه للالوان عامله ازاي، وهل هي زي ما الشركه قالت فعلا ولا لا. بس انا هقول لك احنا هنعمل ايه عشان نخلي المراجعه اكثر دقه حرفيا. قبل اي حاجه كده احنا هنعمل زي بوينتات او نقط للمميزات ونقط للعيوب، ونحسب في الاخر انا هيطلع اكتر، وده الريتم اللي احنا نمشي فيه في اي مراجعه بعد كده في القناه يعني. واول حاجه نبدا بيها في الشاشه دي وهو الانبوكسنج. الانبوكسنج هنا بسيط جدا، والشاشه بتكون جايه على 3 اجزاء. واول جزء معانا وهو قاعده الشاشه دي نفسها، وللامانه انا بستخدم الشاشه دي بقالي 20 يوم بالظبط، وحرفيا بجد القعده ثابته بطريقه مش طبيعيه والله العظيم بجد. حرفيا القعده مش بتتهز من على المكتب، ولكن ده طبعا وراه ان القعده كبيره جدا على المكتب. بس طبعا نحسب بوينت المميزات بصراحه، دي حاجه كويسه يعني. فدي كده اول نقطه نحطها في المميزات في الشاشه دي. وتاني جزء معانا هنا في الانبوكسنج وهو الحامل بتاع الشاشه. وحرفيا الحامل ده فيه ميزه جباره جدا. هتقولي ايه؟ هرد عليك وهقول لك ان حرفيا الحامل ده بيتحرك في اي زاويه انت عايزها، فوق تحت يمين شمال. عايز بقى تخلي الشاشه بقى وضع افقي معاك، عايز تعمل اي حاجه، الحامل مش هيقول لك لا. حرفيا بص مفيش زاويه الحامل هيقول لك فيها لا. وكده دي تاني بوينت في المميزات. نيجي بقى لجزئيه التركيب، والتركيب هنا حرفيا سهل جدا، وحرفيا مش هنحتاج اصلا ان احنا نتكلم عليه خالص. وجاي في البوكس وصله الديسبلاي بورت، ودي على فكره حاجه كويسه جدا لان حرفيا في شركات تانية بتحط لك اتش دي ام اي. هتقول لي ماله الاتش دي ام اي؟ هرد عليك واقول لك ان الاتش دي ام اي اخره يقرا 144 هرتز بس. فانت دلوقتي لما تديني شاشه باعلى من التردد ده وحطيت لي فيها الاتش دي ام اي، انا اعمل بيه ايه؟ ففي شركات فعلا بتعمل الحركه الغبيه دي بصراحه، معرفش ايه السبب فيها. اما هنا بقى انت معاك الديسبلاي بورت والكلام كله على الرايق يعني. بس كده مفيش اي حاجه تانية في الانبوكسنج. نيجي بقى لجزئيه التصميم. التصميم هنا جاي شكله جيمنج حرفيا، انت تحب ان انت تتفرج على ظهر الشاشه بس انت بس انا بصراحه حبيت ظهر الشاشه جدا يعني. وبالنسبه لجزئيه الخامات بتاع الشاشه دي، واحنا لسه قايلين الشاشه دلوقتي اهو، فدي شاشه انا مش هرد عليك عموما يعني، مش تمسك الشاشه كده وتلعب عليها اكيد. بس هي عموما الخامات طبعا كويسه، اكيد مش افضل حاجه، ولكن في الفئه دي ممتازه جدا يعني. وغير كده ان احنا زي ما قلنا من شويه ان دي ايه، شاشه، برافو عليك. نيجي بقى لاهم حاجه بالنسبه لاي شخص حرفيا على كوكب الارض بجد، وهي البانل نفسها عامله ازاي. مبدئيا كده انت اول ما تشغل الشاشه دي حرفيا هتنبهر من الالوان. طبعا لو ما انبهرتش يبقى انت جاي من شاشه اولد عموما يعني، يا رب وعدنا كلنا شاشه اولد. المهم ان انا هكلمك على جزء الالوان وجزء التغطيه الفعليه للشاشه كمان شويه. واولا كده الشاشه جايه مقاس 27 انش. بالنسبه بقى لنوع البانل نفسه، البانل هنا هو جاي من نوع رابيد اي بي اس. يعني ايه رابيد بقى؟ على كلام الشركات ان الرابيد اي بي اس بيكون افضل من الاي بي اس من ناحيه الالوان، حاجه بسيطه، واسرع وافضل في الجيمنج، ده على كلام الشركات. بس انا كادم شايف ان دي حركه تسويقيه، وانا بتكلم معاك بكل صراحه، لان هيكون في فروقات ولكن بسيطه جدا، صعب اصلا ان عينك تلاحظها. بس دي معلومه حبيت ان انا اوضحها لك. في فرق وكل حاجه، ولكن حاجات بسيطه جدا. طيب هنحسب بوينت على الكلام ده.
بتسالني ولا ايه يا عم انت؟ اكيد طبعا انت عايزها تكون اولد ولا ايه؟ لا صلي على النبي، دي فيها اقتصاديه متوسطه يعني. الميزه بقى اللي بتميز الشاشه هنا وهو الريزوليوشن بتاعها. وحقيقي انا اول ما استخدمت الريزوليوشن ده انا حرفيا ما حسيتش بفرق، انا بقول لك الحقيقه اهو. وحقيقي انا اول مره في حياتي استخدم شاشه 2K، انا بقول لك الحقيقه. المهم وانا بستخدم الشاشه 2K انا مش حاسس بفرق. الله، ازاي مش حاسس بفرق؟ ده 2K، ازاي مش حاسس بفرق كده بالظبط؟ انا حاسس حرفيا انها شاشه فول اتش دي عادي جدا. جيت كده قلت اما احول الشاشه من 2K ل 1080 بي، يمكن المشكله تكون فيا انا، يمكن. لما رجعت الشاشه ل 1080 بي لقيتني حرفيا مش عارف استخدم ال 1080 بي. انا بقول لك الحقيقه، اللي هو حرفيا فرق ال 2K طلع جبار. انت عشان تحس بيه لازم تشوف الشاشتين جنب بعض، انا بقول لك الحقيقه. وده كده نداء لاي حد هيجيب شاشه 2K، لان انت لو جبت شاشه 2K فعلا انت استحاله ترجع لشاشه 1080 بي. انا بقول لك اهو حرفيا بجد حلاوه ال 2K حرفيا ما شاء الله مش طبيعيه. وطبعا حوار ال 2K ده طبعا موجود في شاشات كتير جدا، ولكن في الفئه السعريه دي الشاشه دي لازم تاخد بوينت عليه عموما بجد. وهقول لك برضه في اخر الفيديو سعر الشاشه دي كام بالظبط. ما تصدقش حاجه مش عاليه قوي، لا مش زي الكيبورد اللي فات ما تقلقش يعني. وبكده 3 نقط مميزات وزيرو عيوب الى الان. لسه بقى هنكتشف هل في عيوب ولا لا. طيب بالنسبه بقى لاهم جزئيه بالنسبه للجيمر، الشاشه هنا جايه 180 هرتز. دلوقتي في 2026 فعلا 180 هرتز دي ما تعتبرش عاليه خالص، لان المتداول دلوقتي هو 240 وال 200 هرتز. ولكن احنا هنا بنتكلم على شاشه 27 انش و2K، دي حاجه جامده جدا عشان نبقى فاهمين، بس مش بقى 24 ولا 25 ولا الكلام ده خالص يعني. ولكن انا كمان شويه هكلمك على حاجه تانية جامده جدا. طبعا انت حاسس ان انا بتكلم بالجاز، ولكن كل حاجه هتوضح، اهدى بس عليها شويه. وبالرغم ان حرفيا عين الانسان مش هيحتاج اكتر من 180 هرتز، ولكن انا مش هحسب بوينت لا في المميزات ولا في العيوب خالص. نيجي بقى للريسبونس تايم. الريسبونس تايم هنا وهو 1 ملي سكند جي تو جي. لو مش فاهم يعني ايه ريسبونس تايم، فهو سرعه استجابه الشاشه، وده طبعا الوقت اللي بتحتاجه الشاشه عشان تغير لون البكسل من لون للون. وطبعا الثانيه 1000 ملي سكند، ودي بقى 1 من ال1000. تعالى كده معايا واحنا بنعمل اختبار الموشن بلور ونشوف هل في موشن بلور في الشاشه ولا مفيش موشن بلور. وزي ما احنا شايفين في شويه بلور خفيف جدا، وده خد بالك ممكن ان احنا نظبطه من خلال السوفت وير بكل بساطه لو فعلنا تقنيه الام بي ار تي، ودي حرفيا هتخفي الموشن بلور تماما. ودي على فكره حاجه بالنسبه للجيمر فهي حاجه جباره جدا. انا قطعتك في نص الفيديو ولكن في حاجه مهمه جدا لازم اقولها لك. احنا قربنا جدا على يوم 8/8 الساعه 8، ولو انت ما تعرفش فده عيد ميلاد القناه، وده اليوم اللي بدات فيه كونتنت على القناه، وحرفيا ما كانش معايا تمن حق مايك ب 100 جنيه. وعايز اقول لك ان يوم 8/8 الساعه 8 ده حرفيا مش هيعدي كده بالسهل خالص. حرفيا هنعمل فيه مفاجاه، اكبر مفاجاه على تاريخ القناه كلها، وكمان هنعمل حاجه حلوه جدا وفي جيف اويز وحاجات جامده جدا. وعلى فكره انا كل يوم هنزل لكم بوست زي تايمر بيقول لك بالظبط باقي قد ايه او باقي كام يوم على يوم 8/8 الساعه 8. ما بقول لك الموضوع مش سهل كده زي ما انت فاكر يعني. كمل يا عم الفيديو يا عم. نيجي بقى لجزئيه الوان الشاشه دي. MSI قال ان الشاشه دي 119% sRGB. هل ده حقيقي ولا ايه؟ استنى كده بقى وهنكتشف كل الكلام ده. اصبر عليا واحده واحده. عم اقول لك اصبر عليا من اول الفيديو، ولكن واحده واحده، اهدى بس بالراحه. الشاشه هنا بقى بتدعم تقنيه الادابتيف سينك، وكمان بتدعم ال HDR 400. ولكن ستوب هنا يا ابني، ستوب. زي ما قلت لك انا بحب الدقه، و HDR 400 في شركات كتير جدا بتقول ان شاشتها بقى بتتشقلب وجايه ب HDR 400 بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. نيجي نختبره بجهاز السبايدر. فين ال HDR 400؟ مفيش HDR 400. وزي ما قلت لك انا مش جاي مواصفات كده وخلاص. انت ممكن ان انت تخش على اي موقع تكتب لك المواصفات، خلاص انت كده خلصت، مش محتاج اصلا تشوف الفيديو بتاعي. فحقيقي بقى في الفيديو ده انا هضطر ان انا استعين بصديق. مين الصديق ده؟ فهو محمد سمير. والحقيقه ان انا كلمته واستاذنته في قرايات جهاز السبايدر لتخطيط الوان الشاشه دي، والراجل وافق واداني التمام. وتعالى بقى كده اما نشوف الشاشه دي هتاخد بوينت في المميزات ولا بوينت في العيوب. سميح لما جرب الشاشه دي بجهاز السبايدر حرفيا طلعت نتائج مبهره بجد. وتغطيه الاس ار جي بي الفعليه هنا فعلا طلعت ب 100% اس ار جي بي. طبعا هتقول لي ايه ده بقى، الشركه بتضحك علينا ولا ايه؟ هي مش قالت 119%؟ ما انا قلت كده زيك برضه، ولكن هرد عليك وهقول لك ان جهاز السبايدر اخره يقرا 100% بس. فمعنى كده ان تغطيه الاس ار جي بي هنا اعلى من 100%. فحرفيا ممكن جدا تكون الشاشه دي 119% اس ار جي بي فعلا. وتعالى بقى كده اما
مكمل على النتائج الفعليه اللي اداها لنا سميح. الشاشه هنا كانت محققه 92% دي سي اي بي 3، كمان 86% ادوبي ار جي بي. والارقام دي حرفيا اوعى تفكر تستهين بيها، لان الارقام دي هي مديه حرفيا الوان مبهره. فعلا الوان الشاشه هنا في حته تانية ما شاء الله يعني. وده اللي انا كلمتك عليه في اول الفيديو لما انا قلت لك ان انت اول ما تفتح الشاشه دي هتنبهر من الالوان. مبدئيا كده انت اول ما تشغل الشاشه دي حرفيا هتنبهر من الالوان. طبعا لو ما انبهرتش يبقى انت جاي من شاشه اولد عموما يعني. يا رب وعدنا كلنا شاشه اولد. المهم ان انا بس برضه انا ما قلتلكش اتش دي ار 400 حقيقي ولا لا. بص يا معلم، ام اس اي قايله هنا ان سرعه الشاشه دي 400 نتس، ولكن الشاشه في الارقام الفعليه طلعت رقم تاني خالص، طلعت 535 نتس. ازاي ما تعرفش؟ ولو انت لسه مش مقدر الرقم ده فانا هخليك تقول اوف دلوقتي حالا يعني، لان اغلب شاشات الفئه دي فهي بتلعب في ال 200 و 300 نتس. انت بتتكلم احنا بنتكلم على 535 نتس فعلي، فانت واخد بالك احنا بنتكلم عن ايه ولا لا؟ طيب الرقم ده بكبره ده فده يوضح لنا ان الشاشه دي فعلا بتدعم الاتش دي ار 400. اللي هو يا ام اس اي عملتيها ازاي بجد والله. وهنا بقى للجزئيه دي انا هحسب بوينتين اتنين في المميزات بصراحه. ليه؟ لان حرفيا الحركه دي مستحيل تلاقيها في شاشه ثانيه في نفس الفئه دي، خصوصا كمان ان دي شاشه اي بي اس مش في اي. مفيش غير الفي اي في الفئه دي هو اللي بيحقق الارقام دي. وبصراحه وبكل صراحه انا رايي في شاشات الفي اي من راي محمد سميح بالظبط حرفيا، لان حرفيا بنا الفي اي حرفيا الوانه زفت. انا بقول لك الحقيقه، وفعليا بجد انا بكره شاشات الفي اي لان انا حرفيا ليه اشوف في زاويه لون وفي زاويه ثانيه لون تاني خالص او درجه مختلفه بمعنى صح يعني، ليه بجد؟ وطيب في المجمل فعليا الشاشه دي حرفيا ما فيهاش ولا غلطه. عارف انت الشاشه اللي بتنزل غلطه فعلا من الشركه وبتبقى ندمان انها عملتها بسبب انها مش هتبيع منتجاتها الجايه؟ دي الفكره حرفيا بجد. وطبعا ما فيهاش ولا غلطه بدليل البوينتات قدامك اهي، ما فيش ولا بوينت في العيوب ولا هيبقى فيه، لان احنا خلصنا كده اصلا. بس نيجي بقى للجزء اللي كل الناس بتستناه وهو تجربتي انا مع الشاشه دي. التجربه هنا كانت بصراحه ممتازه من كل الجوانب. انا بقول لك مش لاقي عيب بجد والله ما شاء الله. وقسما بالله العظيم مفيش تطبيل اتقال في الفيديو ده واحد حتى. نيجي بقى لاكتر جزئيه مفيش تقريبا حد مصري في العالم كله بيحبها، وهو جزئيه ايه؟ السعر. الشاشه دي حاليا في السوق الجديد مش موجوده، او بمعنى اصح اتوقفت من ام اس اي. اصبر بس وهديك البديل، اصبر على اتقل بقى. ممكن تلاقيها، ولكن انت لو لقيتها هتلاقيها اوفر برايسد جدا وهتلاقيها معديه ل 17000 جنيه. انا بقول لك الحقيقه. والاوفر برايس ده بسبب ان الشاشه دي اول ما نزلت كان عليها طلب مش طبيعي، فانت لو دورت عليها في جزئيه المستعمل هتلاقيها في رينج 8 9 في الرينج ده. اوكي يعني الكاميرا فصلت بس مش مشكله يعني. نرجع بقى لموضوعنا، سيبك من الكلام ده كله. ودلوقتي بقى انا لو جيت قلت لك على شاشه ب 10000 جنيه بس حرفيا وكمان جديده وبتقدم مميزات اعلى من مميزات الشاشه دي، هتشكرني ولا هتعمل ايه؟ انا عايزك تدعي لي، ده كل اللي انا عايزه عموما يعني. والشاشه دي وهي الام اس اي الماج ال 274 الكيو بي الاي 20 او زي ما سمعت الشاشه دي وقت تصوير الفيديو ده ب 10000 جنيه، ده حقيقي. طيب الشاشه دي نفس مواصفات الشاشه دي بالظبط، ولكن في حاجه من شويه في الفيديو احنا ما حسبناش بوينت في الريسبونس تايم ولا حتى في الهرتز. اي مسايه جت قالت لي لا انا عايز البوينت ده، مش هينفع بصراحه، لا ما ينفعنيش الحوار ده بصراحه. فراحت نازله باصدار احدث من الشاشه اللي معايا دي، والريسبونس تايم في الاصدار ده 0.5 ملي سكند وكمان 200 هرتز. بتعلى عن نفسها فاهم انت؟ والله العظيم في حاجه تصبيب بس ما علينا. في حاجه بقى احنا نسينا ان احنا نتكلم عليها مهمه جدا. الشاشه اللي معايا دي فيها تايب سي. التايب سي ده بقدره 15 واط، وطبعا التايب سي ده عمرك ما هتلاقيه في شاشه ثانيه في نفس الفئه دي. احنا قلنا كميه الفئه دي مش طبيعيه اصلا. وحقيقي شكرا جدا لام اس اي على الهديه الحلوه قوي دي، وفعلا والله العظيم ما طبلت في ولا كلمه، انا بقول لك الحقيقه. وانتظروا بقى الفلوج القادم لان حرفيا هيكون فيه حاجات جامده جدا، وحرفيا هتبقى حاجات لاول مره في مصر، محتوى ما بيحصلش عموما في مصر. انا بقول لك الحقيقه اهو. هنقلب مستر بيست كمان شويه انا حاسس يعني. ولكن هنعمل الفلوج ده عايز الكحيان، مش هنعمل لك حاجه ب 30000 مثلا، لا لا ما تقلقش خالص عموما يعني. بس كده يا رجاله، يا رب الفيديو يكون عجبكم.